تاني فيديو هنتكلم فيه ازاي نأجر شقة من واحنا في مصر. انت خلاص عزيزي وعزيزتي اتقابلتوا في اوس بيلو ان شاء الله، دعواتي معاكم. ودلوقتي الخطوة الاخرى، لان احد الحاجات اللي لازم نملاها في الفورمولا واحنا بنقدم لتي ال اس، اين سوف تسكن؟ تمام، لان هو مهم، لان كل حاجه هنا بتعتمد على البوسطه البريد. فانت مكانك فين اللي هنبعت لك له البوسطه بتاعتك، فانت لازم تقول لهم اوكي انا ساكن في المكان الفلاني. فالمكان الفلاني ده هيعتمد على الخطوات الاتيه اللي احنا هنتكلم فيها سوا. عايز تأجر شقه من وانت في مصر في المانيا، هنتكلم دلوقتي على الخطوات والصعوبات and how to overcome الصعوبات دي. بنا اول شيء لازم نعرف الاوسبيلنج اللي احنا اتقابلنا فيها دي، العقد بيبقى مكتوب فيه اول سنه بنقبض كام، تاني سنه بنقبض كام، تالت سنه بنقبض كام. تمام، الفاجوتنج بتاعنا شكله عامل ازاي. بعدها بعد ما نعرف ده، نعرف البروتو والنتو، اي النت الفيصل من هذا المرتب اللي هيتبقى لنا شهريا كام بعد ما يتخصم منه التأمينات اللي بتتخصم بشكل تلقائي والضرائب. بعدها نبدأ نحدد اوكي دي البادجت المتاحة ليا انا كشخص اللي انا عايزة اجر بيها مكان. فاول شيء علشان نبدا نأجر مكان بعد ما ناخد العقد ونستلمه، ان احنا نحدد البادجت للمكان ده، ودي نقطه مهمه جدا، لان بقيه حياتك وحياتك الثلاث سنين القادمين هيعتمدوا تماما على نقطه البادجيتنج اللي انتوا هتعملوها في هذه اللحظه. تاني شيء بنبدا ندخل على الويب سايتس التاليه اللي انا هكتبها هنا. تمام، عندنا كام ويب سايت لازم نبدا ندخل عليهم ونعمل سيرش عليهم. مشكله احد الويب سايتس فيهم انه بيبقى طالب رقم موبايل الماني، فلو عندنا صديق نقدر نعتمد عليه بشكل او باخر يدينا الموقع بتاعه او يدينا الرقم بتاعه نستخدمه بحيث ان احنا نراسل الناس دي، ده هيكون انسب شيء. لو ما عندناش، في مواقع تانية مش محتاجة الرقم التليفون الألماني، والجروبات بتاعة الفيسبوك اللي بيكون فيها المصريين في ألمانيا أو أيا كان جنسيتك إيه في ألمانيا، وساعتها تسأل الناس دي. أحيانا بيتجاوبوا بشكل إيجابي، وإحنا عايزين الأحيانا دي، إحنا مش طالبين أكتر من كده. واحنا بنيجي ندور لازم ناخد بالنا ما بين مسميين، ابدأوا عرفوا نفسكم عليهم من دلوقتي: الكالت ميته والفام ميته، cold rent and warm rent. في ناس بتبقى كاتبه الرقم وبعدين تبقى كاتبه جنبه كالت ميته، اي بدون اي مصاريف اضافيه زي مثلا العدادات، الميه، كهرباء، الهاوس مايستر لو في هاوس مايستر، الحاجات دي بتبقى included في الفام ميته. فاحنا لازم نشوف الرقم اللي احنا هندفعه ده هندفعه بدون اي اضافات ولا باضافات. عاده من تجربتي الشخصيه ومن الحاجات اللي انا شفتها بيكون ان الكهرباء كده كده عليك ما بتبقاش included في الفام ميتر. اللي بيبقى احيانا included في الفام ميتر الهاوس مايستر، وده مش موجود في كل المباني. فانت محتاج تتاكد لو دي حاجه مهمه لك او ليكي ان في هاوس مايستر ولا لا، عشان لو حاجه باظت تبع البيت ذات نفسه تقدروا تتصلوا بالفاميتاغن تقولوا لها اوكي، او تقولوا له 1 2 3 حصل انا محتاجه ميعاد مع الهاوس مايستر. الهايتسونج احيانا بيكون في الفام ميتر، لكن الكهرباء ما بتكونش. شركات الكهرباء اللي موجوده هسيب اساميها هنا بحيث برضو تبقوا ملمين هتتواصلوا معهم ازاي، هتعملوا ايه وما الى ذلك. لو حسيتوا انكم عايزين سيبريت فيديو بنعمل ايه في عدادات الكهرباء او بنشترك في فتخاج له علاقه بالكهرباء ازاي، انا معاكم. ولو عندكم اي اسئله اخرى لها علاقه بالفتخيج ذات نفسها انا معاكم برضو، اكتبوا لي في الكومنتس. تاني شيء لازم ناخد بالنا منه واحنا بنتواصل مع الناس دي، ان احيانا او غالبيه الاحيان بيكون مطلوب مننا كاوتسيون. كاوتسيون ده بيكون زي مقدم بندفعه وتأمين للناس اللي احنا بنأجر منها على حالة الشقة في الفترة اللي احنا ساكنين فيها. في ناس بتطلب شهرين مقدم، وفي ناس بتطلب 3. الماكسيمم اللي انا شفته في المنطقة اللي انا فيها بيكون 3 شهور ماكسيمم، ما شفتش اكتر من كده. فبرضو لازم نحط في حسباننا اوكي انا مقدرتي ايه، انا هقدر احوش ايه او انا محوش ايه من مصر، وايه الكاوتسيون اللي انا اقدر ادفعه بدون مقلق او بدون ما حالتي الماديه تتدهور او تتاثر بشكل جذري. في ملحوظه مهمه انا عايزاكم تحطوها في الحسبان بحيث انكم ما تقلقوش، لان ده العادي هنا. المستاجرين هنا لاي حد مغترب او حتى للالمان ذات نفسهم بيبقوا طالبين يشوفوا العقد اللي جايبك واوراقك علشان يتاكدوا انك سليم، وعشان يتاكدوا ان القبض اللي انت بتقبضه كستودنت يكفيك انك تقدر تدفع الايجار اللي انت مقدم عليه، عشان هم برضو في الاول وفي الاخر هيقلقوا هل انا هعرف احصل على الانكونفت بتاعتي من الميتا اللي انت هتدفعها ولا لا. اهم حاجه ان احنا نفعل التنبيهات على المواقع دي بحيث ان يجيلنا نوتيفيكيشنز، لان ده امر محتاج ان احنا نكون اكتف في البحث فيه، ما ينفعش نتكاسل، لان دي من اصعب الحاجات اللي احنا ممكن نلاقيها. حتى الالمان ذات نفسهم بيعانوا في المدن الكثيفه
زي برلين، فرانكفورت وميونخ ان هم يلاقوا شقق. هتسمعوا اكتر من حد بيتكلم عن الموضوع ده. ف you need to be active in your research. ده مش امر ينفع نتكاسل فيه خالص وبعدين نقول ما لقيتش، بدون بحث وبدون جديه في الامر وبدون مراسله ناس كتير وبدون ان احنا نحسن الرسائل اللي احنا بنبعتها مره تلو الاخرى. هيبقى من الصعب جدا ان احنا نلاقي رد. احنا بندور من مصر لازم نحط في حسباننا ان احنا مش كل الناس اللي احنا بنراسلها عندهم القابليه ان هم يفرجونا على الشقه بفيديو بزيشتيجونج. فلازم نشوف الشقق اللي مسموح لنا بيها اوكي ان هم يقدروا يورونا الشقه عن بعد عن طريق الفيديو. فاحنا ساعتها شايفين الشقه في هذه اللحظه وهم شايفيننا واحنا شايفينهم، وبقى في نوع من انواع التراست. اوكي ده شخص حقيقي، دي شقه حقيقيه، ده موقع، ده مناسبني، ده مش مناسبني، وساعتها بيكون الامر منطقي اكتر. طبعا بيبقى في فرص نادره ان صاحب العمل بيوافق فيها ان هو يساعدك في البحث او بيوفر لك مكان سكن تبعه لغايه ما تلاقي سكن اخر. فساعتها يا انت بتسال صاحب العمل يا صاحب العمل بيسالك بعد ما تتقبل اوكي هتعمل ايه في السكن او ايه الاوبشنز اللي عندك في السكن. في ساعتها تبداوا تتكلموا. في ناس كتير سالتني طبعا نقدر نامن نفسنا ازاي ان الحاجات دي مش سكامز، ان احنا نطلب ان الموضوع يكون زوم فيديو، ان احنا نعمل فيديو بسيشتكونج، ده بيأمننا بشكل او باخر. ان احنا ناخد بيانات الشخص ده بيأمننا بشكل او باخر. ان احنا نقرا العقد كويس جدا قبل ما نمضي عليه، لان هو لازم يبعت لنا العقد بالامضه بتاعته عشان احنا هنمضي عليه ونديهوله مره اخرى، لان الحاجات دي بتبقى رسميه ومهمه جدا نقرا كل تفصيله فيه. يعني واستعينوا بتشات جي بي تي، افهموا الحقوق اللي بتاعتكم ايه والحقوق اللي عليكم ايه قبل ما تمضوا، لان ان احنا نمضي على عقود هنا مش هزار. فانتوا you need to be aware and well educated في هذا الامر. في ناس كتير اعرفها بتدخل على فيسبوك جروبس وتسكن في الاول مع ناس تانية عرب في فيجي لغاية ما تلاقي فرصة انها تسكن لوحدها. لكن انا الصراحة ما عملتش كده لان ده مش مناسب ليا، ولكن في ناس كتير اعرفها لما بدأت بالطريقة دي. في حاجات لازم تاخدوا بالكم منها. حاجة انا تعرضت لها مثلا ان قبل ما الاقي الشقة اللي انا فيها دلوقتي كان في شقة تانية في شارع موازي، ما كانتش الشقة جهزت خالص. كان عايز ياخد 3 شهور كاوتسيون بدون ما الشقة تبقى جاهزة، بحيث ان انقل في خلال اسبوعين. حرفيا الشقة كانت اسمنتية. فانا قلت له لا، انا ممكن ادفع لك الكاوتسيون بعد ما يجي تاني والشقة تكون جهزت. قال لي لا، انت لازم تدفعي الكاوتسيون وتمضي على العقد قبل ما الشقة تجهز عشان انا اضمن حقوقي. قلت له رائع، انت عايز تضمن حقوقك، انا اضمن انا حقوقي ازاي؟ واختلفنا على هذا الامر. فقلت له لا، انا مش همضي على الكونتراكت ومش هديك الكاوتسيون لغايه ما الشقه تجهز. لو مش مناسب لك يبقى مش انا الشخص اللي هيأجر المكان ده. ففي حاجات زي كده بتحصل لازم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتعملوا الفيديو بزيشتجونج. هل المكان جاهز؟ هل الحاجه فيها مطبخ؟ هل فيها حمام؟ لان احيانا شقق كتير هنا ما بيبقاش فيها مطبخ، بيبقى الكوشه الاينباو كوشه مش موجود اصلا وبتضطروا انتوا انكم تعملوه. ده بيبقى اغلى الحاجات. فحاجه من الحاجات اللي انتوا لازم تحطوها في الحسبان وانتوا بتدوروا على الشقق وانتوا بتشوفوا الشقق كفيديو بزيشتجونج ان يكون فيها المطبخ بتاعها. في خدعه اخرى انا لسه مره بيها حاليا لها علاقه بالغساله. الغسالة في المكان اللي أنا مأجراه تحت رخامة. الغسالات اللي تحت الرخامة أغلى ضعفين من الغسالات العادية. فأنا الغسالة بتاعتي بايظة دلوقتي بقالها فترة، لأن أنا أصلا كنت جايباها مستعملة ومش عارفة أجيب غسالة تانية لأنها غالية، لأنها تحت الرخامة أينباو فيش. فدي حاجة من الحاجات برضو لازم تاخدوا بالكم منها، إن الغسالات أين صرفها وهل هي محتاجة تكون تحت رخامة ولا لأ. لأن فعلا من 400 ل 800 يورو كسعر، فرق شاسع وبتصعب عملية إن احنا نقدر نحصل على حاجة ما. عند توقيع العقد لازم تتواصلوا مع حد انتوا تعرفوه، ولو لأ فعليكم بتشات جي بي تي، بحيث انكم على الأقل تبقوا ملمين بإيه الحاجات اللي لازم تاخدوا بالكم منها. تاخدوا بالكم اول ما تيجوا من البروتوكول اللي مكتوب في العقد، ايه اللي مسموح لك وايه اللي مش مسموح لك. ولو انت عاوز تسيب الشقه، فتره الصلاحيه اللي لازم تبلغ بيها الشخص اللي انت مأجر منه قبلها بقد ايه. ولازم تاخدوا بالكم ان احنا نسيب شقه هنا لازم بيكون امر كتابه. يعني مفيش ان انا ابعت ميل انا هسيب الشقه في خلال اسبوع وابقى انا بلغته قبلها باسبوع مثلا وانا اتوقع ان الامور هتمشي تمام. لازم الموضوع بيكون ببريد رسمي انت ماضي عليه. يعني الشخفت فورم هنا في الفتخيجه مهمه جدا، دي حاجه لازم تاخدوا بالكم منها. واول ما تيجوا لازم تصوروا كل حاجه بحيث ان يبقى معاكم اثباتات شكل شقه اول ما نقلتوا قبل ما تجيبوا اي عفش
هيبقى عامل ازاي. الفيديو القادم هنتكلم ايه اوفر طرق تقدروا تجيبوا بيها العفش وتعفشوا شقتكم بانسب وارخص الطرق من وجهة نظري، بحيث انكم تضمنوا. اوكي، انا اول ما اجي هعمل 1 2 3 في الخطوات واضحه قدامي، ما تبقوش تايهين. لو عندكم اي اسئله سيبوها في الكومنتس وهنجاوب عليها سوا في هذه السيكول، وبالتوفيق ليكم.